ساحر روتردام ونجم فاينورد روتردام والمحارب النجم الساطع في سماء قارة محاربي الصحراء إبراهيم مازاب، والذي بتصريح سنفوز على رفقاء ميسي إن شاء الله. قامت القيامة وقامت الدنيا ولم تقعد من قبل إعلام والصحافة الأرجنتينية وحتى الجماهير بالهجوم على حسابه وقيام حملة مسعورة وصلت لحد سب الإسلام والمسلمين والدين وكل شيء، وأظهرت قذارة حقيقية لا توصف. الذين لا يعرفون أن الأرجنتين أكثر بلد مناصر للكيان الأزرق، والكيان الأزرق متوغل جدا في الأرجنتين. الهجوم يبين عداء شديد وعنصرية كبيرة لكل ما هو مسلم، ولم يهاجموه فقط كلاعب أو كجزائري بل كمسلم وتعدوا كل الحدود. وهذه الهجمة ستولد طاقة ثأرية وشراسة وقلب حار لقلب الطاولة على منتخب الطانغو ورفقاء البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ملك المستديرة، وعمل مباراة كبيرة تعرف الأرجنتينيين بمحاربي الصحراء وقوتهم، وستمنحون التحفيز لترقينهم درسا قاسيا وليس مستحيلا. الفوز على الأرجنتين لأن هولندا كأسماء وأندية يلعبون لها أكثر قوة بإذن الواحد الأحد. بيتكوفيتش يضع الخطة المحكمة ويضع التشكيل الأنسب والأحق لهزيمة الطانغو ولما لا تسيد وتصدر المجموعة والذهاب بعيدا والتتويج باللقب الأغلى لنكون أول بلد عربي إفريقي إسلامي يفوز بكأس العالم.